يا ترى ليه الحياة قفلت في وشك كده؟ ليه كل الناس بتتحرك وانت مكانك محلك سر؟ ليه حياتك متعثرة؟ ليه بتتمرجح ما بين النجاح والفشل؟ ما بيعيشلكش نجاح؟ ليه الحياة بتكسرك؟ ليه كل شوية يدخل في حياتك إنسان علشان يكسرك ويهينك ويضايقك وبعدين يخرج من حياتك وكأن الرسالة إنك تتكسر؟ ليه كل ده بيحصل؟ ليه الناس بتبعد؟ ليه محدش حتى بيكلف خاطره إنه ينصحك ويقولك السكة اللي انت ماشي فيها دي صح ولا غلط؟ ليه اكتئبت؟ وقفلت على نفسك بأوضتك ومبقتش عايز تتعامل مع حد ولا تعمل حاجة في حياتك؟ عارف ليه كل ده بيحصل؟ لأنك مغرور. الإيجو عندك عالي. ولو مش مصدقني اسأل نفسك بكل صدق وأمانة، ايه الدافع من ورا أي تصرف انت بتعمله في حياتك؟ أي فعل في الدنيا انت بتعمله، ايه الدافع من وراه؟ هتلاقي الدافع من وراه حاجة واحدة بس، انك تكون متشاف، ان الناس تسقف لك وتقولك برافو، انت ما حصلتش، انت هايل، انت عظيم. رغبتك دايما في ان الناس تمدحك وانك تكون متشاف هي اكبر بكتير من اي رغبة في اي مصلحة عامة او منفعة لاي حد حواليك. ويا سلام لو الناس ما عجبهمش اللي انت بتقدمه او ما عجبهاش اللي انت بتعمله، ساعتها هتبقى وقعتهم سودا، هتسن اسنانك عليهم وتكون شخص عدواني جدا، ما بتقبلش النقد وبتعتبره اهانة. ازاي حد اصلا ينتقدك؟ انت اساسا ما بتعملش حاجة وحشة عشان حد ينتقدك. غرورك والايجو بتاعك بيصور لك ان اي حاجة انت بتعملها منزهة عن النقد. عشان كده دايما غرورك بيديك صورة مش حقيقية عن الواقع. علشان كده انت يا صديقي العزيز بتفشل. بتفشل لانك مغرور، لانك دايما شايف نفسك مش محتاج تتطور، مش محتاج تعمل حاجة جديدة، مش محتاج انك تحسن من مستواك. دايما شايف ان اي حاجة هتعملها او هتقدمها لازم اللي حواليك يسقفولك عليها ويقولولك برافو. ولان ده ما بيحصلش في الحياة بتتأزم وبتتعب وبتقع. ويا سلام بعد كل ده كمان لو اختلفت مع شخص وحسيت بالإهانة، ساعتها بس بتتقلب شخص تاني، بتتعامل وكأن انت بس الإنسان اللي عندك كرامة، بتهين وتكسر وتوجع. ولأن الحياة سلف ودين، ربنا برضو بيبعتلك اللي يهينك ويكسرك ويوجعك. هي دي حسبة الحياة. طب والحل ايه يعني اقطع شرايين يعني عشان انا مغرور؟ اكيد لا، مش مطلوب مننا ان احنا نقطع شراييننا، بس من اللحظة دي لازم تكسر غرورك. اقبل انك تشتغل مع مجموعة، مش لازم تشتغل وحدك. اكسر حتة انك عايز طول الوقت تبقى متشاف. مفيش مشكلة انك تشتغل وسط مجموعة وان الشغل ده يكون منسوب لحد تاني. اقبل انك تكون ترس في مكنة، مش لازم تكون انت المكنة كلها. من اللحظة دي ولغاية ما تموت، النية اللي هتاخدها في حياتك هي ان اي حاجة انت بتعملها هتعملها عشان تفيد الناس، مش علشان الناس تقولك برافو. حاول تتغلب على الحتة دي وتكسرها جواك. اكسر حتة انك طول الوقت عايز الناس تمدحك، اكسرها. ارجع تلميذ وتعلم تاني، ساعتها بس هتكسر غرورك. فكرة انك ترجع تلميذ وتعيش في حالة التعلم دي فكرة ممتازة، مش بس علشان هتخليك تتقن شغلك وتعمله صح، لا، علشان كمان بتكسر عندك حتة الغرور. لانك ساعتها بس هتحس ان اللي تعرفه في الحياة بسيط وقليل قوي بالنسبة للي ناس كتير قوي يعرفوه، الناس اللي هيدرسوك وهيعلموك وهتستقي منهم العلم. ساعتها بس غرورك هيتكسر. اقبل حقيقة انك شخص عادي ومش مميز عند اي حد، وان الحاجة الوحيدة اللي هتخليك مميز عند اي بني ادم هي اخلاقك ومنفعتك اللي انت بتقدمها اللي حواليك. الناس مش هتحبك علشان جمالك ولا عشان موهبتك ولا عشان شخصيتك ولا عشان خفة دمك، الناس هتحبك علشان اخلاقك وعلشان المنفعة اللي انت بتقدمها لهم. خير الناس انفعهم للناس. لو حصل ولقيت ان الشخص اتصرف معاك بشكل سيء واهانك، اوعى تهينه. الحياة سلف ودين، وزي ما هتهين حد النهاردة ربنا هيبعتلك اللي يهينك بكرة. ما تحضرش العفريت ده لانك مش هتعرف تصرفه. لو حد اهانك او اتصرف معاك بشكل سيء، كل اللي هتعمله انك هتوقفه عند حده لكن بدون اهانة. ابعد وتجنب.
لا اكتر ولا اقل. انا عارفه ان الفيديو ده فيديو صعب ومؤلم وقاسي، بس ساعات كتير بنبقى محتاجين ان احنا نفتح الدمل، نفتحه ونتألم علشان الدمل يخف وعلشان احنا كمان نخف. لو عايز تعيش في سلام اكسر غرورك، لو عايز الناس تحبك اكسر غرورك، لو عايز تنجح في حياتك وربنا يوفقك اكسر غرورك، لو مش عايز ربنا يبعت لك كل شوية ناس تضايقك وتهينك وتكسرك اكسر غرورك، لو عايز تعيش حياة سهلة ما فيهاش أزمات وخبطات كل شوية اكسر غرورك، لو عايز ربنا يرضى عنك اكسر غرورك. وافتكر ان الغرور والتكبر هو الذنب الوحيد اللي ربنا بيحاسب على مجرد التفكير فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لأن ربنا خلقنا وعارف عقولنا بتشتغل ازاي، وربنا عارف ومتأكد ان طالما قلبك فيه غرور لازم تصرفاتك هتكون فيها غرور. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو تاني. تحياتي سوزان محمد سعيد، باي باي.